جمهورية العراق الرائد مازن بن حميد علي، إن وجوده بيننا يعكس أصدق معاني الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين، ويعزز من الروابط التاريخية التي نعتز بها. أدعوكم جميعا لمشاركتنا في هذه اللحظة العزيزة، ولنقف جميعا تحية ترحيب بزميلنا العزيز الذي سيتفضل بإلقاء كلمة في هذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سيد العميد الركن، عميد كلية القيادة والأفكار المشتركة، كاتب الضباط، زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم احتفاء وطني جمهورية العراق بعيد استقلاله، ذلك اليوم الذي استعاد فيه شعبنا حريته وسيادته أسس دولته الحديثة. إن وجودي بينكم في جامعة الدفاع الوطني في المملكة العربية السعودية يمثل مصدرا اعتزاز كبير وفرصة للتعلم وتبادل الخبرات في بيئة علمية وعسكرية متميزة. وهنا لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة ورئيسها وطاقمها الأكاديمي والإداري على ما أولوه لنا من رعاية واهتمام، كما أجدد الامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما تقدمه من دعم متواصل لبلادي ولشعوب منطقتنا في مجالات الأمن والتنمية والاستقرار. ختاما، نسأل الله أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن وأن يوفقنا جميعا لخدمة أوطاننا وشعوبنا. والسلام عليكم